عضو مجلس الشعب ينفع الكهرباء تقطع عليه؟ لا طبعا ما ينفعش، لكن ينفع تقطع عليا وعليك لان احنا الغلابه اللي موجودين. ما هو المساواه في الظلم عدل. لو كل الناس زي بعضها ما حدش هيبص لحد ولا حد هيتكلم، لكن تقطع في مكان وما تقطعش في مكان تاني ليه؟ في شرع مين؟ المصيبه ان اللي انت مش قاطع عليه الكهرباء ده والله العظيم يقدر يجيب مولد ويقدر يعمل حاجات كتير، لكن اللي انت قاطع عليه الكهرباء ده انسان ربنا وحده اللي عالم بحاله، لا هيقدر يجيب مولد كهرباء ولا هيعرف يحل مشاكله ولا اي شيء، بيطلع يجري عشان يخلص كل اللي وراه قبل ما تقطع عليه الكهرباء. طب احنا ذنبنا ايه؟ ذنبنا ان احنا غلابه وعلى قد حالنا. ذنبنا ان احنا مش شخصيات عامه ومرموقه. اللي فوق لازم يعرف ان الانسان البسيط اللي على قده ده هو الاساس بالنسبه لك، وهو اللي هيرفعك فوق. لان اللي معاه فلوس واللي ما شاء الله امكانياته عاليه هو مش محتاجك في حاجه اصلا، ولا انت تفرق معاه. لكن البسيط ده اغلبيه، هو اللي هيرفعك وهو اللي هيديك صوته. اللي بيحصل كده كتير ولازم له وقفه ولازم له حل. وهتقولوا دلوقتي احنا هنخاف نتكلم. على فكره كتر الظلم وكتر الاحساس بالضغط بيولد الانفجار. كل الناس عادت بتتكلم. لو كنت زمان واحد بيسكت، الوقت الكل عاد بيتكلم. الناس كلها مخنوقه من كل الاتجاهات. غلاء، خنقه في المعيشه، كل شيء مش عارف توفره، تعليم، مستقبل ولادنا بيضيع، كل شيء حوالينا مش مظبوط. في شغل بيتعمل بس احنا مش حاسينه، في انجازات بس احنا مش شايفينها. ايه لازمه ده كلاته واحنا بنتعذب ليل ونهار؟ مش عارفين نوفر لاولادنا ابسط احتياجاتهم، مش عارفين نعمل اي حاجه، مش عارفين نتمتع بحقوقنا. هتقولوا لي انت بتعملي الفيديو ده ليه والمفروض انك ما تعمليش؟ وفي ممكن حد يجي يحاسبني ويكلمني، هقول ان انا مواطنه مصريه ومن حق اعترض على الغلط اللي انا شايفاه، وبقول ان ده حقي وابسط حقوقي في بلدي. انا ما بعملش حاجه غلط، انا قلت رايي وبس، ومش عايزه حاجه اكتر من كده. واظن ده حقي وحق اي مواطن، ولا ما عادش لينا حقوق في البلد خلاص؟ للاسف كل الناس ليها حقوق الا احنا. كل الناس تقدر تتمتع بخير بلدنا الا احنا. مصر بلدنا خيرها كتير على فكره، ما هوش قليل، بس ما شاء الله الخير ده كله رايح فين انا ما اعرفش. بنتنهب بقالنا سنين وسنين وسنين والخير موجود، بس فين انا مش عارفه. بصراحه احنا محتاجين وقفه من الكل. لما احنا نفضل نشتكي 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 ومحدش يسمعنا هننفجر. مش هننفجر في نفسنا، هننفجر في كل اللي حوالينا. ما ينفعش كده، لازم حد يسمعنا ويحس بينا. المساواة في الظلم عدل. هتقطع عني الكهرباء ساعة ساعتين تقطعها في كل مكان، ماليش دعوة بالأماكن سيادية ورئاسية. انتوا مش حاسين باللي احنا فيه لأن الكهرباء ما بتقطعش عليكم، وحتى لو قطعت عليكم مش هتحسوا بحاجة، لأن ما شاء الله هتقدروا تروحوا تجيبوا ماكينات كهرباء بالهبل، وما شاء الله هتشغلوا اللي انتوا عايزينه وهتعملوا كل اللي نفسكم فيه. احنا اللي مخنوقين، احنا اللي تعبنا من كتر الضغط اللي احنا فيه، احنا اللي مضغوطين وفاضل لنا سنة وننفجر. رفقا بالشعب المصري، رفقا بالغلابة، رفقا بالناس اللي مش قادرة تأكل ولادها واللي اتخنقت. حتى كمان الكهرباء، شركة الكهرباء شركة خدمية بتاخد فلوس وبتاخد عندها موارد كتير تحل مشاكلها. دي مشكلتها، هي مش هتسمي على حد لو هو ما دفعش. الله وبركاته. من حوالي شهر ونص كان في أزمة بيعاني منها كل المصريين. الأزمة دي كانت قطع الكهرباء بصفة مستمرة. قطع الكهرباء في اوقات الذروه، الوقت اللي انت كنت فعلا فيه بتعاني جدا جدا لما تقطع الكهرباء، لان في حر شديد جدا وانت محتاج لمروحه او تكييف ومفيش اي حاجه، لان الكهرباء مش قادره لان الكهرباء مش متوفره. وبناء عليه الحكومه قاعده تدور على حل. وكان الحل يا جماعه احنا عندنا ازمه، الازمه دي ازمه في الغاز، فاحنا هنرشد الاستهلاك بتاعنا لمده ساعه. ولانك طبعا طلع عينك فتره طويله واتبهدلت في عز الحر واستويت بمعنى اصح، فوافقت كويس قوي على الساعه وكنت فرحان بالساعه. طب الساعه لحد امتى؟ لمده شهر. خلاص ماشي احنا موافقين. واستمرت الساعه تتقطع في الوقت اللي هم قالوا عليه لمده شهر، واحنا موافقين، مفيش حد معترض، كل حاجه تمام. نفاجأ بعدها ان الكهرباء قالوا معلش هناخد كمان 15 يوم في شهر اللي بعده. قلنا خلاص مفيش مشكله بالنسبه لنا، ما جاتش على ال 15 يوم دول. بعد ال 15 يوم فوجئنا بالصدمه الكبرى ان الكهرباء بدل ما هتقطع ساعه هتقطع ساعتين، واحتمال يبقوا ازيد. طب ليه؟ احنا ذنبنا ايه في اللي بيحصل ده كلاته؟ احنا ليه تقطع عندنا كهرباء ساعتين؟ المصيبه بقى الاكبر من ده كلاته
ان انت في شهر ونص اتقطعت عنك الكهرباء فيه كل يوم ساعة، وساعات كانت بتبقى ساعة ونص، واحنا متحملين وساكتين وراضيين، لان بصراحة الوضع كان الاول صعب. نفاجأ بقى ان في اماكن الكهرباء فيها مش بتقطع. يا جماعة احنا ما عندناش كهرباء قطعت، طب ليه؟ عادي ملناش دعوة. طبعا انتوا فاهمين وانا فاهمة كويس قوي المناطق دي اللي هي نهي، طبعا المناطق اللي فيها الشخصيات السيادية، مع احترامي للجميع، لكن المساواة في الظلم عدل. الإنسان البسيط مش هيقدر يجيب له مولد ويحطه في بيته، لكن الإنسان اللي ربنا كرمه ومعاه فلوس هيقدر يجيب بدل المولد 2 و3 وهيقدر يحل مشكلته. إزاي ما قطعش على الناس دي وقطع على الغلابة؟ إزاي الناس دي ما تقطعش الكهرباء عندهم، في حين إن إحنا تلاجاتنا باظت والفريزرات وكل أدواتنا الكهربائية، معظم الناس أدواتها الكهربائية باظت بسبب الكهرباء اللي كان بيحصل فيها. اتحملنا الأزمة وقلنا خلاص، لكن نيجي بعدها بقى نبص نلاقي ساعتين 2، دي الساعة كانت بتعدي علينا بطلوع الروح. كنا خلاص روحنا بتروح مننا واحنا قاعدين منتظرين الساعة دي تخلص، ونحاول نلهي نفسنا في أي شيء عما الساعة دي تخلص. وفي ناس شغلها وكل حاجة عندها بتقف لحد الساعة دي ما تخلص. نيجي نفاجأ بعدين بقى ان الساعة بقت ساعتين. لو المصيبة الأكبر بقى ان في أماكن كتير الكهرباء ما بتقطعش فيها. طب انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه ان الكهرباء تقطع عندي وما تقطعش عند الناس دي؟ انا ذنبي ايه ان انا اشيل عبء لوحدي؟ هو انتوا عشان الكهرباء ما بتقطعش عندكم مش حاسين باللي احنا فيه؟ مش فارق معاكم وقاعدين تقولوا ساعة وساعتين و3 والناس دي تطحن عادي؟ كتر الظلم بيولد الانفجار، كتر الضغط بيولد الانفجار. احنا مضغوطين قوي 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 قوي. فكرة شركة الكهرباء ما بتسيبش لها جنيه عند حد، ولو حد اتأخر عليها في الدفع ممكن تشيله العداد وتفصل عنه الكهرباء. طب احنا بقى عايزين نفهم، انتوا بتاخدوا حقكم تالت ومتلت، احنا ذنبنا ايه في الازمه اللي عندكم؟ يعني هي الازمه ازمه غاز وبنصدر الغاز لاسرائيل عشان اسرائيل تنور ومصر تضلم؟ يعني هو ده يرضي ربنا؟ يرضي مين يا جماعه؟ هتقولوا محدش هيتكلم، وانت بتتكلمي ليه؟ على فكره انا ما نطقتش الفتره اللي فاتت في كل اللي حصل. كل الناس اتكلمت عن الكهرباء واللي حصل فيها، وانا الوحيده اللي ما اتكلمتش ولا قلت اي حاجه خالص، وسبت خالص الدنيا ماشيه طبيعي ومفيش اي مشكله بالنسبه لي. ليه؟ قلت خلاص بلدي ولازم نتحمل ونشيل بعضنا. فوجئت يعني بقول للدكتوره روكسان، الدكتوره دي طبعا دكتوره حبيبتي جدا، دكتوره في الجامعه، فبقول لها يا دكتوره روكسان الكهرباء بتقطع عندكم؟ طبعا. بتقطع امتى؟ قالت لي عيب يا سمر، ازاي تقطع عندنا؟ ما ينفعش خالص. طبعا مع احترامي لها، هي شخصيه محترمه جدا وهي ملهاش دعوه بالكلام ده كله، بس المنطقه اللي عايشه فيها الدكتوره روكسان فيها دكاتره الجامعه والمستشارين ونخبه القوم. طبعا ما ينفعش الكهرباء تقطع على الناس دي. طب والتكييفات تشتغل لمين؟ ينفع الكلام ده؟ طيب احنا ذنبنا ايه؟ انا ذنبي ايه تقطع عندي وما تقطعش عندك يا دكتوره روكسان؟ انا قلت لك ان انا هقول. طبعا الدكتوره روكسان قلقانه ان الكهرباء تقطع عندها، ازاي مش تقدر تقعد من غير الكهرباء يعني. واحنا عشان ملناش حد يتكلم بصوتنا، ملناش حد يقف ويعترض، ملناش حد يقول ان احنا مخنوقين من اللي احنا فيه، يبقى كل يوم يتحط علينا. المصيبه الاكبر ان رئيس الوزراء بيقول قابله للزياده، ساعتين قابله للزياده. ده احنا مستحملين ساعه بالعافيه، نستحمل كمان ساعتين الى امتى بقى؟ الله اعلم. كانت قبل كده متحدده واحنا فرحانين ومبسوطين. هي كانت سياسه صح انك تقطع عليا الكهرباء كل يوم وتخنقني قوي 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 فرضه بالساعه، وبعدين تضغط عليا بقى انا خدت على الساعه اديني ساعتين، وبعدين قول لي 3. كل ده لمصلحه مين؟ انا عايزه افهم لمصلحه مين. طيب احنا عندنا مشكله في الغاز، انا اصدر غازي بره وقعد الناس هنا مخنوقه بسبب ان مفيش غاز. طب مصر اصلا من الناس المصدره للطاقه يا جماعه، ده احنا عندنا طاقه الرياح ما شاء الله وحاجات كتير ما شاء الله، عندنا طاقه شمسيه ما شاء الله. اسوان يعني بصراحه مكتسحه في ايه؟ طب ما تجيبوا لنا طاقه شمسيه، ده حتى اللي يركب الواح شمسيه يتحول بقى الشرطه بقى وحاجات من دي ويتحاسب ويتعمل له عمايل ما فيش بعد كده. ليه؟ لانه طبعا هيدخل على الامن القومي ويعمل مصيبه. شركات الكهرباء هتجيب فلوس منين؟ ده اغنى شركات في مصر. طب ما تحلوا لنا ازمتنا لما انتوا اغنى شركات واعلى مرتبات وكفه شيء. مش قادرين تحلوا مشكله زي دي؟ يبقى تسيبوا مكانكم لا تصلحوا ليه. بتكلم بجد، احنا مخنوقين،
احنا مخنوقين ومستويين. لو حصل الكلام ده في بلد زي الكويت ولا في اي مكان تاني بيروحوا يجيبوا للعمارات اللي بتقطع فيها الكهرباء مولدات يحطوها عشان يسدوا حاجه الناس اللي موجودين. هو احنا ليه مفيش ادميه بالنسبه للمصري في اي مكان حتى في بلده كمان؟ كانت معاكم سمر ابو النصر ودي قناتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.